مرسيدس، احلى قبله في اسكندريه. صور يا مستر بيتر عشان تقول هناك في استراليا مش ب 5000 دولار، ب 10000. حلو كتير، طويل، بص وشه حلو، الشربندق طرطور، الاسود مكمكو. اسود مكمكو. واحد قبل اخضر معلم منعم مرسيدس، دي سيرة دي لتاية اخضر جميلة قوي، شاف وشها. عبود من الحمام بتاع زمان، واقف مستعد للحرب. وحش من الحمام بتاع زمان، بص وشه زي الحنش. نادي بتاع المعلم مرسيدس، ضربة خضراء، محترم، كموخة بيضة، وش مكلتم، شاب صغير، وشه محترم. محترم بتاع المعلم مرسيدس، اخر اولى وحديد. سكروته رايق جميل جدا. امشي يا سكروته جوه، امشي يا سكروته، امشي خلي الغوات تشوفك، وبعدين هنبخروك ما تخافش. زغلول السيف ده شايف عامل ازاي؟ ادي البلق البيت، مش بلق فلاحي. شربندق، شاب صغير بتاع السيف بيتعارك اهو. كان محترم ماسكه المعلم ياسر علشان يروح استراليا يعرفوه. أولى شاب صغير بتاع السنة دي بتاع المعلم منعم مرسيدس، فرد زي الوحش، من الفخمين قوي، الوش بص زي الحنش، ماسكه المعلم منعم مرسيدس. بص الفرد عامل ازاي، وش بفله قشطه يا معلمي، قشر سمك محترم، وش بغبغان، مش وش بلغه، لا وش بغبغان، ديله مروحه. معلم ياسر ماسك السيجاره وخلاه دبقاتي طويل مع المعلم بيتر جنب المعلم مرسيدس. يا بيتر وش الفرد، ايوه قشطه يا معلمي. شاب صغير عينيه حلوه قوي بتاع المعلم منعم مرسيدس. زغلول السنة اقلب وشه، ايوه زغلول السنه، تمام قوي، محترم. اصفرناء، دهب 24 مش نحاس، زغلول بتاع السنه. بص وشه وشوف دهب ازاي، قشطه معلم منعم. تمام، شاف وشه مكلتم ازاي، فرد بغبغان محترم بتاع المعلم منعم مرسيدس. فول ابشن مرسيدس بنز، وشه اخر موديل، مش زي الحمر الفلاحي اللي عند الناس وطالعين لي فيهم السما. وشه تمام قوي، بص عظمته عامل ازاي، قشطه معلمه، محترم قوي. ها بتاع المعلم مرسيدس، مش فيات، لا مرسيدس. ايه رأيك؟ الله ينور يا معلمي، حمام قشطه. اخ كانوا من عازب واحد. شاف وشها عامل ازاي، بغبغان، والذكر بتاعها بص قبل شربندق، بص 6 سنين في الاول. بص حضرتك، ده زغلول صافي ابيض في دبوره سماوي بس مش هتبان هنا، خدت بالك لانها صغيره قوي لسه بيقلش. ده زغلول فاتك ريشه او كده فلسه هيقلش، لكن زغلول صافي كحمامه سايبه شكلها كويس، وبعدين حمامه بيضه وزغلول صغير ما فكش ولا ريشه، خدت بال حضرتك.
في عصب يعني في عصب وفي قوه، وده انا شفته في فيديو انت كنت مصوره وهو طاير وبيحط عندك في الغيه، وكان معاك 2 موجودين منهم واحد اسمه عم محمد كده. فزغلول معقول، يعني زغلول كويس في الغيه، معقول لما يبقى سايب يبقى كويس، يعني عينيه كويس، دربه كويس، عظمته شبعانه، برضو طبعا وهو صغير مش هيبان شكله الا لما ينصل ويخلص. تمام. بس كتر خيرك، كفايه لونه ان هو ابيض وفيه دبوره سماوي. طبعا ما حدش واخد باله من الدبوره السماوي لان هي طالعه، انا شايفها رصاصي سماوي. قرب كده. بس هي مش هتبان قوي، يعني ما اعرفش باينه ولا مش باينه، يعني ما اعرفش ان كانت باينه. دبوره سماوي شايفها باينه. هو زغلول كويس، وبعدين ده فاكك ريشه لسه حقيقي. دايما يا جماعه انا طول عمري اقول لك ايه، ما تحكمش على الحمامه الا لما تخلص. وكان زمان يقول لك ايه، لما ينصل يعني ايه، يعني يرمي ريش البطن ويطلع ريش جديد. ده بتحكم على الحمامه. والصافي بالذات بيبان بعد ما ينصل ويخلص. وهو زغلول لبه ما تحكمش عليه، وهو زغلول مدبس برضه ما تحكمش عليه. تحكم عليه اول ما يبتدي يريش، بيبان شكله، بس كل ما بيقعد سنه بيزيد جمال. بالذات اللون ده الصافي ده كل ما يقعد سنه يزيد حلاوه. وبعدين الديل يطول قيراط كل سنه، ده لسه هيرمي، لسه هيطول 3 قراريط. وبعدين الدبوره الواحده دي هتبقى 2 3. الصافي كل ما يخش قلش ويطلع من القلش يلبس بدله جديده، لدرجه الناس يقول لك انا بفتح الحمام مش عارف، مش معقول ده حمامي، لانه لبس رمى دوابير ورمى لون معين. بس كتر خيرك يا استاذ ياسر، الله يخليك، تسلم ايديك. كحمامه سايبه كويس، حمام بيتنش وبيترمى والحمد لله، يعني مش بخاف على حاجه. لا دي زيها زي العاده اللي بيطلع زي اي حاجه. ايوه، وبتنش وبتترمى وباخد بيها. ودبله ياسر ادهم اهي، الدبله بتاعتي مش زغلوله يقول لك ده جايبه من بره شريك. لا هو حضرتك ما اعرفش بيشككوا، انا من ساعه ما يعني حضرتك انت اللي تملكه. حتى لو انت جايب زغلول من بره بقى بتاعك، يعني حتى لو انت جايب زغلول ده فرخك وباين انه بدبلتك. نفرض ان انت اشتريت حمامه من بره، هو عيب؟ لا مش عيب. وتفرخها وتربي من عيالها وتحسن من الحمام. الحمام ما بيتطورش يا جماعه، الحمام بيتحسن. كلمه حمام يتطور دي مش في الغيه، يعني ما تجيش تدخل ابلع على صافي وتقول طورنا في الحمام. انا اتكلمت قبل كده، في كذا وقعه. ايوه، ان الحمام انا ممكن احسن الحمام، اشوف ايه نواقصي احسنه. يعني عندي فرد حمام جفن احمر، اجيب حمامه قتيله، اجيب جفن قرايه. عندي حمامه وشها طويل، اجيب وش مكلتم. عندي حمامه ليها نقره من ورا، اجيب حمامه دماغها خالصه. عندي حمام ازرق، يكملوا بعض ويصلح الحمام، يصلحوا. وبعدين العرق يمد ل7 جد. واحد بيقول لي يعني ايه يا عم ماهر العرق يمد؟ يعني تفرخ حمامه تلاقي شكلها مش شكل الحمام اللي موجود عندك، ده 7 جد. يعني لما اجي اقتني حمام، اقتني من حمام اصول كويسه. طبعا الغاوي بيبقى عارف ايه الحمام الكويس من ايه الحمام الوحش. وبعدين الغيه من كتر الرؤيه وكتر والسن والفرجه. وبعدين بتقيم الحمامه الحلوه من الوحشه من كتر لما تشوف هنا وتشوف هنا وتشوف هنا وتنزل. ولذلك كانوا زمان المتسببين بيفهموا في الحمام اكتر من الغواي. ليه؟ 24 ساعه غوا حمام، بيمسك حمام كل يوم حمام. وبعدين كتر التكرار بيعلم الشطار. الله يرحمه الاستاذ نبيل مصلحي ده الله يرحمه، ده كان من الناس اللي هي اولا هو كان بيحب دي، كان بيحبها، بيحب يجيب حمام من المحافظات من هنا ومن هنا. واللي نفسه في حمامه كان يقول له عليها، كان يجيبها له لغايه عنده. بعدين هو دي بيحبها. هو كان موظف شغال في وزاره، كان شغال في شركه الادويه. خلي بالك نبيل مصلحي ده كان ده كان موظف ومركزه كويس في شركه الادويه. ده انا كان صاحبي. ايوه، لدرجه مره من المرات زمان كان في الخواجات كان عندهم سكري وصيني واشعل. فجي مره قال لي يا عمار بيحبوك الخواجات، ما تاخد 10 جنيه وتجيب لي الصافي ده. قلت له بقول لك ايه؟ قال لي قلت له انا لو خدت ال10 جنيه وخدته مش هديهولك. قال لي ليه؟ قلت له ان انا بحب الحمام. يعني انا لو هم اديهوني مش هينفع اديهولك، لان انا بحب الحمام. يعني صح. واللي بيحب شيء هو يعني واحد يقول لك ايه؟ يقول لك انت غاوي صافي. انا غاوي صافي. واحد غاوي لا، واحد غاوي مسوي، واحد غاوي قطقاطي. اغوى اللي تحبه. واحد غاوي مراسله، تمام. واحد بينش، هو حر.
بحب الحمام الغزار طايره، بس النش كان زمان غير دلوقتي. كان الحمام كله غزار. دلوقتي اللي عنده فرد غزار طاير صعب. ليه؟ الزمن اتغير والدنيا اتغيرت، وبعدين الحمام اغلبيته دلوقتي تبص في اللي طاير تلاقي حمام كله ازرق ولا باين لا شكل ولا بتاع. كان زمان تبص على الحمام وهو طاير تشوف الاشكال والالوان. يعني حضرتك كده انا عارف ان انت غاوي حمام صوافه، بتنش صوافه تحط فيهم 2 3 مسامير، تحط قطاطي، تحط مرقع، بس تشكله. زي حضرتك ارجع واعيد. ده بعشقه، دي غيتك. ده انا بعشقه. انا عملت عشان خاطر القناه. انا حطيت فيهم الوان عشان القناه. بيقولوا لي انت بحط لنا مسود، حط لنا ملون، حط لنا ابلق. بص شوف هقول لحضرتك على حاجه. كان زمان الغواي، وانا بقولها اهو باكد ماليش دعوه بحد، كان يقاسي الغاوي بالصوافه عنده اللي طايره. يقول لك فلان الفلاني ده عنده 50 صافي طايرين. صح. كان صحيح النش بيحب البلق وبيحب الصوافه، يعني الغيط النش بتحب ان انت بتنش ابلق وصافي ملون وعلامات. بس كان زمان يقول لك ايه ده طاير عنده 50 صافي، ده طاير عنده 40 صافي والعلامه. وبعدين احب قطاطي مرقع عنبر اسمر. الاغلبيه الحمام الابيض. الحمام الابيض. الابيض، والابيض ده موجود ايه في الصوافه والبلق. لا انا شفت بنايده ساده وفرختها، ماليش دعوه بحد، ما بجيبش سيره حد، انا بتكلم على اللي انا شفته. انا زي ما حضرتك كده عينيك تبقى مفصله. لا زي حضرتك، زي ما انا شفت حضرتك، لكن انا ما شفتكش. هوصفك ازاي؟ انا شفت الاستاذ ياسر شكله ايه، لكن واحد بيوصف لي عن الاستاذ ياسر وما شفتوش. اللي شاف ولا اللي حلم؟ لا اللي شاف. صح. لان ممكن واحد يوصف لك ويحكي لك حكايات انت ما شفتهاش، فتبقى برضو انت مش زي اللي شوفها. انا شفت الوان حمام اندثرت خلاص، وقلبت حمام مش موجود دلوقتي، وبمشي عندي في دماغي الحمام القديم اللي انا شايفه. يعني مثلا واحد يجي يقول لك المساويد، اعرف ان المساود يلمع ويطفي. المساود كان فيه شكلين، شكل وش مكلتم وكان فيه وش زي البلح، يقول لك زي التمساح. وبعدين يلمع ويطفي. يعني ايه يلمع ويطفي؟ يعني هو اسود، نص ابيض ونص اسود، فكان ياخد لون يلمع ولون يطفي. العنبري الاسمر يلمع ويطفي. المسود عشر ابيض ودول ابيض والعوصه بيضه ومقفول من تحت. اللحوسه في المساويد دي غلط. كانوا زمان يدخلوا البلق السود على المسود، يجيب له حاجه اسمها هناني الزمان. زمن هناني. ده كان حمام ملخبط، تشوفه في السماء قبل اسود. لا تشوفه في السماء قبل اسود، تيجي تقلبه ولا تعرفه. كانوا بيدخلوا البلق على المساويد، بلق السود على المساويد. الغوايم بص، الغوايم تلخبط زي ما عايزه، بس بتلخبط بتاخر الغيه، ما بتزودهاش. جيل ملوش معنى. اولا بتجيب لك حمام بزراميط. يعني كانوا زمان الخواجات يقول لك ده بزراميط. يعني ايه بزراميط؟ يعني حمام ملوش اساس، خليط زي الاسترالي، خليط. وبرضه احنا قلنا في الحلقه اللي قبل كده اللي عمل الاستراليات دي واحد اسمه من 150 سنه اسمه عبده كوه، دخل الصوافه على المراسلات عشان عايز ينش، خرب الدنيا. خلى الحمام هو ده اساس خرب الدنيا اللي احنا بنعانوا منه. حته اسمها الحنفي. خدت بالك؟ ودي من الحاجات دي معروفه طول عمرها. فانت ما تخلطش في الحمام، تدي الحمام الالوان لبعض، الصوافه لبعضيها، القطاطه لبعضيها، العنبره السمر لبعضيها، المساويد على بعض. ما تخلطش، لبلق السكروته ياخد سكروته، لبلق البنفسجي ياخد بنفسجي، لبلق الشربندق ياخد الشربندقه. طبعا انا في ناس بتقول لك ان الشربندق، لا بلاش نتكلم في الحلقه دي عشان الحلقه دي هتطول وممكن تزعل ناس مني، فبلاش نخش. واحد مثلا يجي يقول لك البنفسجي، هو حر يغوى البنفسجي ده وكان البنفسجي ده زمان خلي بالك كان عتره قوي، كان من اخطر حمام، وحمام وحمام كان عتره وما ينفعش يتخلط عليه، وكان ليه ناسه. يعني انا زمان شفت مين اللي كان بيغوى البنفسجيات ده. كان زمان في واحد اسمه ابراهيم الساعي في ارض شريف، كان عنده البنفسجيات دي. وكان في واحد اسمه علي باستوريا كان منجد، كان صاحب كسله، لو الناس تعرف محمد كسله، بس الناس دي دلوقتي ما تعرفش محمد. كان اسمه علي باستوريا، كان منجد، كان بيغوى البنفسجيات دي. وكان في 2 اخوات غاويين، كان ناحيه الاسعاف كانوا غاويين البنفسجيات دي، بس انا ناسي اسمهم. كانوا 2 اخوات. الديب وحاجه. لا الديب والنمر دول كانوا غاويين خضر، ودول كانوا في شبرا. غيرهم. لا دول كانوا في الاسعاف، منطقه اسمها الاسعاف، شارع 26 يونيو. كانوا 2 اخوات، كان واحد منهم ضابط جيش، وكانوا غاويين البنفسجيات دي، بس انا ناسي اسمهم.
انا فاكر غير فاروق. لا فاروق شوكير دول وحمدي شوكير دول حاجه تانية. ده كان راجل طيار مدني فاروق شوكير، وحمدي شوكير كان طيار، كان لواء في المظلات، وكانوا بيحبوا الحمام الغزار وبيجيبوا حمام غزار، وكانوا يغووا جميع انواع الحمام. ولا الهواي بتوع زمان كانوا كتير، كان في عظماء الغيه زمان، يعني كان في حاج محمد حسين الدراعي، وكان في علي بركات، وكان في مجدي بتاع السيده، وكان في غاوي صوافه واحد اسمه الحاج عفيفي كان من مشاهير الصوافه، وكان في الخواجات بقى اغلبيتهم كانوا جايين صوافه، اللي هو منهم صوا ومخالي وفوتي، وكان في واحد اسمه في جلار. لا والخواجه جلار، لا الخواجه جلار ده كان بيحب النش، كان نشيش قوي، كان عنده برضه، كان عنده غزار صوافه طبعا موجود، وكان في ونيازي. نيازي ده كان شاب، كان جنب المطافي، كان هو جنب المطافي في العتبه، وكان بيحب الحمام الغزار والنشيش. كان لا في هواي كلها كان زمان. يعني انا بكلمك على الناس اللي اقدم من كده، اللي هم العظماء بتوع الغيه، يعني ما كان في ناس عظماء الغيه. احنا نفسنا نقوله النهارده يطلع عظماء. يعني نفسنا الاجيال اللي جايه دي وطالعه يطلعوا فيها عظماء. في شباب من الواجهه. بص بقى صح؟ ايه رايك؟ انا اول ما شفته في المعرض هو ده بقى اللي بنقول عليه بريدي سهل. بس على وشه، عشان وشه خارج شويه يقول لك ده استرالي. لا مين اللي يقول على ده استرالي؟ ده طبق عين من تحت كل الناس، لا سيبك منه. كل الناس اللي هو فين مش العظم فاهم. بتاع الاسترالي ده؟ ما فيهوش ولا يعرفوا ان الاسترالي، لا هو بيقولوا عشان خارج شويه. خارج شويه فين؟ يقول لك الحمام كله زمان كان كده، نقول العظم كان تحت. نصيحة يعني أهو. انا اعرف فرد الحمام كل ما يبين يقولوا عليهم اللي بيقولوا على بيقولوا عليهم ايامنا، عادات. بقول لك على ايامنا العظم كان تحت. بص اقول لك حاجه، ان دماغه سليمه وعظمه قدامه وتشعر غير صافي، ويقول كده يا محمود. ابو لو كانت شويه والله لو ايه طالما دماغه سليمه خلصت. عظمه كويس. عم قام رمنا للمكان، كنت قمت سقفت انا بيعجبني. انا سقفت عم ياسر وانا اتفرج كرة مع عم ياسر. انا سقفت. بقول لك الحمام زمان كله كان العظم تحت. احنا شفناهم مش فوق. انا يهمني دي. انا هو الفرق بين اول ما طلعت لا زمان كان دي فتحه كده وغير كده، هو حر. انما مش مدور. وروني يا عم ياسر اقول عليه جدا. كل واحد له نظره. انت عايز تقول انت خرجت من هنا بايه؟ بالفايده ان انت مهما عملت مش هتعرف ترضي كل الاطراف. ده اكيد. الزبده ده ما اتخلقش لسه يعني. ده جحا ما عرفش بتاع جحا ما رضاش الناس كلها. انا بقى عايز كم واحدة يا خواجة ايام ما كنت بتنش منهم؟ كتير. كم واحدة يعني؟ على الاقل 45 صف. انا اللي كان عم سفير 45 صف. فيهم كمان ده؟ ده بعدين بقى البلق والبتاع في بس الثاني. الناش ملك الحمام الصافي. الناس القديمه دي اتعلمنا منها وبنشكرها ان هم علمونا الغيه صح. الاكواب والحاجات دي كل دبوره بتغير طوب الفرد، فده من الدبوره الصفراء فقط. عايزينك تقول لنا بقى هيعمل مثاله. بتنجاني، هيعمل بتنجاني. طب كان الاول ايه وهو صغير؟ كان نقش. وهو صغير كان نقش. كان نقش، وبعدين بيعتم، وبعدين بقى بيتنقش. قطيفة، وبعدين بقى قطيفة، هيبقى بدنجاني. بقى قطيفة بعد النقش كل هيغمق، والطوق ده كده زي ما انتم شايفين لونه ليه سميناه بتنجان يا فوزي؟ عشان الطوق بقى لونه محمر. الاكواب دي اتعلمناها من الناس اللي اكبر مننا، كل طوق له مسمى، له مسمى ومغزى، مش احنا نقول ده بتنجاني يبقى بتنجاني، لا سمى بتنجاني عشان خاطر الطوق بتاعه ده بدأ يخش على اللون البتنجاني.